ما يستحقش سامح حسين يبقى ترند اول على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات، وهقول لك ليه. بقى حديث الناس كلها في رمضان 2025 برنامج قطايف. في وسط كل المحتويات التافهه والاسفاف والعبث الالكتروني اللي احنا فيه بيظهر برنامج اسمه قطايف للفنان سامح حسين. برنامج ديني اجتماعي سهل وبسيط، قدر انه يوصل المعلومه للي قدامه بطريقه سهله جدا جدا عن طريق تجارب حقيقيه في حياتنا. بيقدم رساله انسانيه وقيم اخلاقيه ومستمده من الاسلام والقران الكريم بطريقه بسيطه جدا وخفيفه على القلب، وده اللي خلى الكل يتفاعل معاه. عرضوا على قنوات كتير جدا ورفضوا البرنامج، وده اللي خلاه يقدمه على وسائل التواصل الاجتماعي وكل المنصات، وسبحان الله تصدر الترند الاول وبجداره، من غير بقى ميزانيه انتاج كبيره او معدات تصوير ضخمه، بمعدات بسيطه جدا زي اي صانع محتوى، كاميرا واحده كلوز ومايك ومحتوى بسيط وهادف وايجابي. حقق نجاح ضخم جدا وهو نفسه ما كانش مصدق ولا متوقع النجاح اللي وصل له، وده يثبت لك ان المحتوى الهادف ليه جمهور كبير جدا، وان السوشيال ميديا هي اقوى منصه تقدر توصل بيها رساله او معلومه. النهارده تم تكريمه في مسبيرو بالمايك الذهبي بسبب النجاح اللي وصل له برنامج قطايف. البرنامج بيتعرض كل يوم على مدار شهر رمضان الساعه 10 بتوقيت مصر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. يستحق ولا ما يستحقش سامح حسين يبقى ترند اول على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات؟ يستحق وبجداره.